السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وألف مرحبا. كي درتو لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ إن شاء الله نتلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الوصفة اللي رائعة، فخيضات في الفران مقرمشين بواحد التتبيلة اللي لذيذة. كنتمنى أنكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الآخر، إن شاء الله غادي تجربوهم ويعجبوكم. نبداو على بركة الله. المقادير ديال الفخيضات ديالنا اللي في الفران مقرمشين ورائعين. عندنا هنايا فخيضات. انا هنا عندي 5 د الفخيضات، درت انا 5 د الفخيضات. نتوما ديروا اللي يعني اللي عندكم على حسب الاشخاص. انا درت هنا 5 ديال الفخيضات كي كتشوفوا، غسلتهم مزيان وسقطرتهم. غادي ندير معاهم العطريه ديالي اللي فيها هنايا نص معلقه ديال الابزار، معلقه مع مراش ديال السكينجبير، راس د المعلقه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه ديال الكركم، ومعلقه نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج راه موجوده. هنا عندي راس ديال الثومه محكوك، الملح حسب الذوق، 2 معالق ديال عصير الحامض، 2 معالق ديال صوص الصوجا، معلقه صغيره ديال الموطارد. غادي نخلط معكم هاد الشيء مزيان. هنا غادي نخلطو، غادي نزيد ندير العطريه ديالي فوق الفخيضات، نزيد عليها الثومه، راس ديال الثومه، و2 معالق ديال الحامض. الحامض راه كيفتي الدجاج ديالنا، والملح هنا حسب الذوق. انا درت هنا القياس. المهم نتوما ديروا القياس لان الحامض وكاينه صوص الصوجا وكاينه المطارد يعني راه مالحين. صافي هنا غادي ندير معلقه ديال المطارد صغيره كي كتشوفوا، وغادي نزيد هنايا 2 معالق ديال صوص الصوجا، الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها. هنا غادي نخلط العطريه ديالي مزيان، ندخلها في الدجاج كي كتشوفوا. هنا غادي نحاول انني نتك الدجاج الفخيضات ديالي بهاد الفورشيط، غنتكهم مزيان، نقبهم مزيان باش تدخل فيهم العطريه بهاد الطريقه هذه. نحاول اننا نتكوهم مزيان باش تدخل فيهم العطريه، ندوزو عليهم كاملين. صافي غادي نكملوهم بهاد الطريقه هذه كاملين. دغيا كيوجدوا. انا هنايا راه درتهم غير بساعه. نتوما من الاحسن انكم الا كنتو هذا ديروهم بالليل، راه كيشربوا العطريه مزيان. انا درتهم هنا ساعه قبل ما نطيبهم، خليتهم كيشربوا الشرموله مزيان. هما لباتو راه غادي يكونوا احسن. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه هذه مزيان وغنخليهم يرتاحوا. صافي هنا كي كتشوفوا غادي نخليهم يرتاحوا ومن بعد نكمل معكم الطريقه. هنا كي كتشوفوا انا غطيتهم، غادي نحطهم في الثلاجه يشربوا العطريه. انا خليتهم هنا غير مده ساعه كيف قلت لكم ونرجع معكم. هنا كي كتشوفوا من بعد ما الفخيضات ديالنا شربوا العطريه، راه هنا كي كتشوفوا غادي نحتاجوا ليهم الخبز المحمص لا شابلور، وغنحتاجوا الدقيق، وغنحتاجوا بيضه. انا هنا بيضه طربتها مزيان كي كتشوفوا، والمول ديالي اللي غلفته بالورق ديال الفرن. غلفته بالورق ديال الفرن. هنا درت واحد شويه ديال الزيت في الخبز المحمص مزيان. غادي نحاول انني نخلطو مزيان بشويه ديال الزيت كي كتشوفوا بهذه الطريقه هذه.
صافي وغادي ناخدو الفخيضات ديالنا، غادي نشدو الفخيضات ديالنا، غادي نديرهم في الدقيق. بهاد الطريقة هادي غنحاولوا اننا نلبسوهم كامل الدقيق ونسوسوهم بهاد الطريقة هادي كي كتشوفوا. صافي غادي نديروهم في البيض، كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين احسن من انكم تقليهم في الزيت وصحيين. ان شاء الله غادي تجربوهم وغادي توليو معتمدين عندكم. صافي غادي نكمل هنايا، غادي نديرهم في لا شابلور، نحاول اننا نلبسوهم كاملين. والعطريه اللي تبنى بها رائعه، مذاق كيعطيهم رائع. صافي هنايا غادي نستف في المول ديالي كي كتشوفوا، غنحاول انني نستفهم بهاد الطريقه هادي. كي كتشوفوا غادي نكمل معكم الفخيطات ديالي كاملين بهاد الطريقه هادي، كيجيو رائعين. ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم وصحيين، يعني احسن من انكم تقليوهم في الزيت. صافي غادي نكمل بهاد الطريقه هادي، نديرهم في لا شابلور، نحاول نسوسوهم بهذا الشكل هذا ونستفوهم في الطاوه ديالنا. صافي نكملوا بهذه الطريقه كامل الفخيضات. كنتمنى اللي اول مره كيشوف الفيديو ديالي يدخل يشترك في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم وعلى تعليقكم وارائكم، كنشكركم بزاف. صافي غنكمل معكم بهذه الطريقه. هنايا انا راه مسخنه الفران ديالي على 160 درجه من الفوق ومن التحت. خداو ليا في الطياب 45 دقيقه. صافي بهذه الطريقه هذه. هنا كي كتشوفوا كملت الفخيضات ديالي بهذه الطريقه هذه كي كتشوفوا. انا هنا غادي نغطيهم بورق الفرن، قطعته على القد ديال المول. شعلت الفران من الفوق ومن التحت. صافي غادي ندخل الطاوه ديالي ونرجع معكم. هانتوما البنات كي كتشوفوا الفخذ ديالنا طابو، جاو رائعين رائعين ومقرمشين ومحمرين، جاو لذاذين احسن من انكم تقليوهم في الزيت. كي كتشوفوا نتلاقاو في الشكل النهائي. هانتوما تشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفخذ ديالنا اللي في الفرن، رائعين ومقرمشين ومحمرين كي كتشوفوا، كيجيو لذاذين. تنتمنى انكم تجربوهم. رافقتهم هنايا بالمايونيز اللي حضرته في الدار، ان شاء الله غادي نحطو لكم في الفيديو الماجي. حتى هو كيجي رائع. هنا كي كتشوفوا زينتهم بالمايونيز اللي حضرته في الدار. حضرته معكم، ان شاء الله غادي نحطه في الفيديو الماجي باذن الله. تسناوني ان شاء الله باذن الله. المهم هنا كيسالي الفيديو ديالنا، وكنتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها وتكتبوها لي في لي كومونتير. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم وعلى تعالقكم الزوينه. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.